برشلونة تكسب الليجا ال27 في تاريخها بعد غياب 4 سنين عن اللقب. قدرت برشلونة وقدرت تشافي ان هو يكسب اللقب النهاردة بانتصار عريق او ساحق على اسبانيول 4-1. برشلونة قدرت النهاردة او قدرت الموسم ده ان هي تكسب الدوري الاسباني بعد المشروع اللي عمله تشافي، اللعيبة الواعدة مع كام عنصر خبرة مع صفقات بشوفها نجحت مع برشلونة. قدرت تشافي ان هو يحسم الليجا السنة دي، ومش سهل ان هو يكسب الليجا لان انا بشوف ان ريال مدريد فريق قوي، فريق عنده خبرات مع مدرب متمرس. لكن قدرت تشافي ومشروع تشافي بشوف ان هو مشروع ناجح، كون ان هو يكسب الدوري الاسباني في بداية مشروعه، فبشوف ان هو ماشي على الخطى الصحيح. وعجبني جدا إدارة برشلونة رغم الخروج الأوروبي المذل اللي حصل مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وبعدها خرج من بطولة الأوروبا ليج قدام مانشستر يونايتد. عجبهم إن هم كانوا مستمرين مع تشافي، كانوا مؤمنين بقدراته، عارفين إن هو الراجل ده هو صاحب المشروع أو هو صاحب الفترة دي، إن هو الوحيد اللي يقدر يمسك برشلونة، هو الوحيد اللي يقدر يطلع الناشئين، هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع الأزمة المالية ببرشلونة، ان هو يخرج ناس من الاكاديميه اللمسيه. قدر ان هو يخرج كام لاعب مع كام عنصر برشلونه جابه السنه دي مع ليفاندوفسكي اللي بشوفه صفقه الموسم لبرشلونه. لعيب خبره، لعيب يقدر يلم اللعيبه التانية حواليه، فبشوف ان ليفاندوفسكي صفقة الموسم لبرشلونة مع كريستيانسن المدافع اللي جه لبرشلونة من تشيلسي مجاني. مبروك لكل جماهير برشلونة. وبشوف ان هي لازم تصبر على تشافي، مش معنى ان هو اخد الدوري الاسباني ان هو يقدر ياخد دوري ابطال اوروبا. المشروع لسه مكملش، الراجل لسه ما جابش اللعيبة اللي هو عاوزها. بشوف ان برشلونة مع تشافي تقدر على المدى البعيد ان هي تسيطر تاني على اوروبا، ونشوف برشلونة يرجع تاني قوة عظمى زي ما كان موجود ايام ميسي وتشافي وانيستا وبوسكيتس. فمبروك لجمهور برشلونة وهارد لك لجمهور ريال مدريد. وبشوف ان برشلونة السنة دي كانت تستحق تاخد الدوري الاسباني، لان برشلونة كان امتع فريق في اسبانيا، كان فريق بياكل الاخضر واليابس، عكس ريال مدريد السنة دي اللي بشوف ان هو عانى من النتائج السلبية اللي عملها السنة دي. فبشوف ان تشافي السنة دي اتفوق على انشيلوتي في الدوري الاسباني. بشوف ان برشلونة كانت اجمل من ريال مدريد، بشوف ان برشلونة كان فريق متكامل في الدوري الاسباني. فمبروك لجمهور برشلونة، ومبروك لإدارة برشلونة اللي هي قدرت تستحمل او قدرت ان هي تستنى او مؤمنة بالمشروع اللي كان عامله تشافي. وهو بدأوا يحصدوا اول نتائجه ان هم ياخدوا الدوري الاسباني.